السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة المنطق بعنوان الذكاء الاصطناعي. في البداية لازم نعرف إيه هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو مصطلح بيطلق على أحدث علوم الحاسب الآلي، اللي بيهدف إلى أن يقوم الحاسب الآلي بمحاكاة وتقليد عملية الذكاء اللي بتتم داخل العقل البشري، بحيث يصبح لدى الحاسب الآلي المقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات بأسلوب منطقي مرتب مثل البشر. مثال على كده الروبوتات اللي بتقوم بالعناية بالأفراد المسنين والمرضى داخل المنازل والعمل في المرافق والأماكن العامة. عندنا الذكاء الاصطناعي ليه عدة أهميات. أول حاجة عندنا اللي هي الحفاظ على الخبرات البشرية المتراكمة عن طريق نقلها للآلات الذكية. تاني حاجة عندنا استخدام اللغة الإنسانية جعل التعامل مع الآلات في متناول الجميع بدل من أن يكون حكرا على المتخصصين. تالت حاجة المساعدة في الكثير من الميادين زي الطب والقانون والمهن المختلفة والصناعات المتعددة. رابع حاجة عندنا اعتماد برامج الذكاء على الموضوعية والدقة بيجعلها نوعا ما بعيدة عن التحيز أو التدخلات الشخصية. رقم 5 عندنا حماية الإنسان من الأخطار والضغوط النفسية من خلال تولي الأعمال الشاقة بدلا من الإنسان. لما نيجي دلوقتي ناخد العلاقة بين المنطق والذكاء الاصطناعي، هنلاقي هنا ان بتوصف العلاقة بين المنطق والذكاء الاصطناعي بانها علاقة ثابتة. فعلى مر تاريخ الذكاء الاصطناعي لم يهمش دور المنطق بالرغم من ثبات هذه العلاقة، الا انها كانت مسار للجدل نتيجة لانقسام العلماء لفريقين حول جدوى المنطق الرمزي ومدى الاستفادة منه. فانقسموا عندنا لفريقين، الفريق الاولاني المؤيد وبيطلق عليه علماء المنطق او المناطقة. علماء المنطق او المناطقة ذهب الفريق ده لتأييد تصميم برامج الحاسوب الذكية وفقا لاستخدامات لغات المنطق دون الاهتمام بما إذا كانت هذه الطريقة هي اللي بيفكر بها البشر بالفعل أم لا، وقالوا إن المنطق ده هو قلب الذكاء الاصطناعي. مثال على كده يرى عالم المنطق جون ماكارثي أن حل المشكلات التي تواجه الذكاء الاصطناعي يكون عن طريق ابتكار نسق منطقي بيقوم على آلية التفكير الذكي. الفريق التاني اللي هو الفريق المعارض اللي احنا بنسميه علماء النفس السيكولوجيين، لقوا ان مشروع الذكاء الاصطناعي بيكون اكتر نجاح لو انهم تجنبوا صرامة وقطعية المنطق واهتموا بدل منه بفحص تركيب عمليات التفكير البشري، وان هم يصمموا حاسبات بتحاكي الطريقة اللي بيعمل بيها العقل البشري. مثال على كده اللي هو تطبيق ويبوت اللي هو لمساعدة الأفكار أو لمساعدة الأفراد في إدارة صحتهم العقلية. على الرغم من هذا الانقسام إلا أن العلاقة بين المنطق والذكاء الاصطناعي ظلت قوية، والدليل على كده الاستخدام المتعدد للمنطق في العديد من المجالات الفرعية زي فهم ومعالجة اللغات الطبيعية وتصميم وبناء الروبوتات وغيرها. فهنا مثلا بيستخدموا المنطق في الذكاء الاصطناعي لحد ما أصبح مألوف لدى مهندسي وعلماء الحاسوب من جهة، وأصبح من بين أهم العلوم اللي يجب تعلمها أولا قبل تعلم الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى.